البرولاكتين لو عالي مش معناه ورم يا جماعة. ده من أشهر سوء الفهم في التحاليل الطبية، وفي الحقيقة أغلبه دايما بيكون توتر. أنا دكتورة هبة الفطيري وإحنا هنا المعمل الملكي. حضرتك عارفة إن خوفك حتى من السرنجة ممكن يرفع البرولاكتين؟ الفكرة الأساسية إن الناس أول ما بتشوف البرولاكتين عالي يقولوا أكيد ده ورم في الغدة النخامية لا قدر الله، والحقيقة إن ده مش صح خالص. في أغلب الحالات لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: البرولاكتين بيعلى ليه؟ هو هرمون حساس جدا للتوتر، للقلق، لقلة النوم، للألم، للعلاقة الزوجية، حتى الخوف من السرنجة ممكن يعلي لك البرولاكتين. يلا بينا نروح للأرقام، لأن الرقم هو اللي بيحكم مش الاسم. أول حاجة، لو عالي بسيط أقل من 40 أو 50 غالبا هيكون سببه قلة نوم، توتر، أو مسحوب في توقيت غلط. وقتها هيكون الحل إننا نسحب عينة تانية. يكون المريض نايم كويس جدا، هادي، مرتاح من 15 ل 20 دقيقة قبل عملية السحب. والأهم إن يكون التحليل الصبح بدري والمريض صايم، وقتها نسبة كبيرة جدا بيرجع طبيعي وبدون علاج. تاني حاجة، لو متوسط من 50 ل 100 نبدأ نشك في أدوية زي مضادات الاكتئاب، أدوية المعدة، أو أدوية الضغط، أو كسور في الغدة الدرقية. الحل وقتها بنطلب مراجعة الأدوية وعمل هرمون الغدة الدرقية TSH، ولازم نسحبه قبل الساعة 12 الظهر. طب لو عالي جدا أكتر من 150 ل 200، هنا بقى نتوقف ونفكر في البرولاكتينوما، لا قدر الله ورم برولاكتيني. وبيكون وقتها الحل إعادة التحليل للتأكد، عمل MRI أشعة رنين مغناطيسي للغدة النخامية، ومتابعة طبيب غدد صماء. ودلوقتي وصلنا للخلاصة الذهبية: بنفكر دايما برولاكتين عالي يبقى ورم تلقائيا، وده غلط. الأغلب توتر أو توقيت غلط، والقليل أدوية، والأقل ورم لا قدر الله. وهنا نيجي للمعلومة الأهم: مش كل برولاكتين عالي يتعالج، ومش كل برولاكتين عالي يتعمل له رنين. وقبل ما تخاف افهم الرقم الأول بيقولك ايه، لأن التحاليل مش مجرد أرقام، التحاليل دايما قرار. والأهم من إن البرولاكتين عالي هو ليه عالي، وياريت تسأل على السبب قبل ما تتخض.